السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايب؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بديت لكم فيديونا من الريوق، هذا ريوقنا البسيط المتواضع. صراحة احنا مو الكل يفضل عندنا البيض ومو الكل يفضل عندنا الجبن، فنوعنا لهم شوية، وان شاء الله تشوفون باقي تفاصيل الفيديو ويانا. أتمنى اليوم يعجبكم وينال رضاكم. بالبداية أول ما تشاهدون الفيديو خلونا لايك من ايديكم الحلوة حتى يرتفع الفيديو، لأن اللايك هو اللي يوصله لأكثر عدد من الناس، وبهذا الشيء انتو راح تفرحوني وتساعدوني انه يوصل الفيديو لأكثر عدد من الناس. هنا أنا من الليل نقعت عندنا هذا الحمص اللي انطونا اياه بالوجبة، من انطانا اياه الوكيل كله نقعته. قلت على مود استفاد من عنده يعني فد مرة، واخذت من عنده وسويت يعني الكمية اللي تناسبني من الفلافل. نقعته سويت اسهم اللي اني احتاجها، يعني شقد الكمية اللي تكفيني، وبعد كل بيت وتعرف الكميات اللي تفيدها. اني هذا غسلته من الليل وخليت له مي وعفته، بس هاي هيك شطفة خفيفة قدامكم يعني للنهاية، على مود تروح خاب باقي بأتربة او خاب باقي فد شي، فشطفة خفيفة. اشوف هواية تعليقات الناس يعني تستهزئ بالشغلات اللي دا ينطونا اياها بالوجبة. لا والله يعني شغلات دا نشوفها كلش مفيدة يعني، وكل بيت وعائلة يعني تبدي تستخدم هذه الشغلات بشغلات مفيدة إلها تستفاد من عندها أكثر. هاي هنا بلشت اني هذا القياس اللي يكفيني، وبعد انتو كل من يعني ويعرف اللي هو شقد يحتاجه. ما قلت لكم ما خليت له اي شي، مجرد ما غسلته بالليل يعني غسلته وخليت له مي بس. وهنا أنا راح ابدي اخليه بالاكياسة بهالشكل هذا، وابدي احتفظ بيه بالمجمدة وقت ما اريد احتاج. صراحة انا الفلافل مو كلها اثرمها، ويعني والحمص هذا احنا مو كلنا نحتاجه بالفلافل، يعني اسلقه اني يعني اطلع لي فد سهم من عنده او فد وجبة تشيس اللي احتاجها اسلقه، مثلا اخليه اسوي مرقة دجاج اخليه حمص عليها، او تشريب اخليه عليها. فانتوا بعد بشنو اللي تحتاجونه تقدرون تستفادون من عنده. صراحة هذا النوعية مفيدة انه اكثر من اللبة، يعني اللبة لها شغلات شلون نقول، او الحمص المجروش إلى فد استخدامات بسيطة، الحمص اكثر نقدر نستفاد من عنده. واني عن نفسي كلش احب يعني هاي الشغلات من اوفرها بالبيت من تتوفر، يعني الجزر والحمص والبازاليا هم من نقعتها وضامتها الساعة من تضيع، يعني عندي شلون الافكار وتروح حالي حال كل بيت. فرأسا امد راسي بالثلاجة بالمجمدة العفو اشوف شنو بيها فاستخدمهن، يعني تجيني الفكرة مباشرة وتروح من عندي الحيرة. منو مثلي يا حيرة الغدا ويا حيرة العشاء. اقول للابناء انه احنا من كنا صغار من تسوينا يعني فد اكله عادي، احنا ما نظل نشرط نريد هذا ونريد ذاك، كل شي ناكل. هسه الجهالة والاولاد يعني تعلموا على شغلات، يعني هاي هنا دار اراويكم اياها، يعني قلت لكم الاولاد تعلموا على شغلات يريدون الغدا شكل والعشاء شكل، وهذا كله حيرة على البيت. مو مسألة مصرف او فد شي، لا والله بس حيرة يعني واحد ملل يصير. والحمد لله على كل حال. هنا أنا بلشت العصر من بعد ما كملنا احنا الصبح، سويت تشريب لحم اني، فما حبيت اشغلكم وانا منزلت الفيديو. هنا بلشت اسوي كليتة، يعني كلش مشتهين العصرية، تعرفون العصريات بدأت تصير طويلة فلازم فد شي ناكله. هاي هنا أنا سويت كمية قليلة، هذا شكلهم بالفرن، الحجمها طويل يعني بهالشكل هذا الطولانية الشكل. سويتها سمسم حشيتها وجوز، والباقيات كلهم بس تمر لأن مو كلهم يفضلون عندي باقي الحشوات. عندي يعني هنا كيلو طحين، استخدمت طحين الوجبة اللي انطونا اياه صفر، خليت عليه كوب ونص دهن وظرفين زبد، هذا أبو 200 غرام زبد المارغرين مكتوب عليه. واني تفاصيل الكليتة والعجينة مالتها كلها منزلتها بقناتي، للي يريد التفاصيل يدخل عليه يكتب كليتة
يعني قناتي، وإن شاء الله تلقوها وتستفادوا من عندها، بس حبيت أشارككم يعني كفيديو وكمحتوى. هاي هنا فنونة قاعدة يمي تدهن بيهم، أنا كل اللي أخلصها تدهنها حتى لا تنساهم. وأني صراحة عن نفسي ما أخلي على السمسم أو الجوز، ما أخلي شكر مطحون، أخلي له حليب مكثف أو عندنا شيرة، أو مثلا إذا متوفر العسل. وهذا شكلهم بالنهاية، أتمنى يعجبوكم. يعني بالمعجنات كلش مفيد هذا الطحين، يعني ينطينا شكل وطعم كلش طيب. ومن بعد هي بالليل سوينا سفرة بسيطة، يعني قلتلكم افتتحوا بكربلاء أماكن هواية يعني حلوة، حدائق ترفيهية. فهنا سوينا عشانا على السريع، خطية مرت أخويا سوته، ربي يحفظها ويبارك بيها، أم روان. ورحنا يعني على السريع لهذه الحديقة، طلعة مفاجئة صارت ما متهيئلها، فعاشت ايدك حبيبتي ورحم الله والديك وتعبناك ويانا. هذا فيديونا لليوم، أتمنى يعجبكم وينال رضاكم واستحسانكم، والتقيكم بفيديو جديد، ومع ألف سلامة حبايب.